السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو إن شاء الله فيديو جديد. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم فيه الحريرة الصحراوية بالفول الأخضر. نمروا إن شاء الله بطريقة التحضير ديال هذه الحريرة. كنحتاج هنايا عندي بصلة مشلضة، وعندي شوية د الكفتة حيدتها من المجمد. عندي هنايا الفول الاخضر راني نقيته وغسلته. عندي الربيع مقطع، يعني قزبر ومعدنوس مخلطين. عندي هنايا العطريه مخلطه، عندي الخرقوم، تحميره، البزار، سكنجبير، كلشي كاين هنا مخلط. عندي واحد معلقه ديال الزبده بلديه اولا السمن، انا دايره السمن بلدي. السمن اللي ما حارش، يعني باقي جديد، ماشي داك السمن الحار. كنزيد شويه ديال زيت العود. صافي دابا غادي نخلي المطيشه، نخليها حتى للتالي ان شاء الله، ما غاديش نزيدها دابا. نخليها حتى تقرب طيب ليا الحريره ان شاء الله. عاد غادي نزيدها. عندي هنايا صوص طوماط مصايبه، كنصايبها بكميه كثيره وكنحطها في المجمد. غنخليها حتى للتالي ان شاء الله. دابا غادي ندوز نشحر هاد العناصر كامله. غادي نبقى نشحر هاد الشيء ونخلطو ان شاء الله. كنحاول انني نفتت هذيك الكفته باش ما تكورش ليا الكفته. نخلطها مزيان باش تفتت. دابا غادي نضيف الماء طايب. صافي دابا غادي نسد عليه ونخليه حتى يطيب الفول ان شاء الله، وندوز باش ندورو هنايا راه نسيت الملحه من الاول، ما درتهاش، عاد درتها من بعد ما طاب ليا الفول. دابا ان شاء الله غادي ندوز ندور الحريره. عندي شويه ديال الدقيق ديال الذره، ها هو مطحون مزيان منيل، ماشي بحال هذا اللي كيتباع في الحوانت كيجي بحال السميده. هذا راه مطحون مزيان، راني جبته من البلاد. هذا الدقيق ديال الذره كيجي زوين بزاف الحريره، نتمنى تجربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. صافي كنبدا نضيف هذا الدقيق ان شاء الله، ندورو به الحريره ونستمر في التحراك. دابا غنزيد الشعريه،
صافي، ونبقى نحرك مزيان، نستمر على التحريك هكايا باش ما تهبط لياش ديك الشعريه وتلصق ليا في القاع. نبقى مستمره على التحراك حتى يطيب ليا الحريره ان شاء الله. دابا راه قربت طيب ليا الحريره، غادي نزيد لها ديك صوص طوماط، غادي نزيد لها مطيشه. هاد الحريره ما كتجيش حمرا بزاف، ما كتجيش حامضه، كتجي زوينه، يعني ما كتعجبنيش انا الحريره الحامضه. ما كنزيد لا كنور لا هذاك صلصه الطماطم المصبره، ما كنزيدهاش، كندير غير لاصوص اللي صايبت على يدي انا. صافي، غادي نبقى نحركو دابا حتى تذوب ليا ديك لاصوص. صافي، وها هي الحريره موجوده ان شاء الله. هاد الحريره كتصلح حتى الفطور ديال رمضان ان شاء الله. دابا راه وقت الفول هذا، وممكن انكم تخزنوا يعني الفول ديروه في المجمد، نقيوه وغسلوه مزيان ودهنوه بشويه الزيت وحطوه في المجمد. ها هي الحريره ديالي واجده، كتجي بهذا الشكل هذا وكتجي زوينه ولذيذه بزاف. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي، كيجي بهذا الشكل، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وغادي تعجبكم اكيد ان شاء الله. الى عجبتكم هذه الوصفه ان شاء الله كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وشكرا على المتابعه ديالكم، شكرا لكم بزاف، جزيل الشكر على المتابعه ديالكم.